حنضبب عليك. ناس دي ما حطتني في امر الواقع. علاش يا بنيتي علاش؟ اهلا، كيف حالكم؟ شو الاخبار؟ طمنوني عليكم، ان شاء الله تكونوا بالف خير يا ربي. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد، واللي هو فيديو حنصدم به الوالده. قولي لهم اهلا، كيف حالكم؟ السلام عليكم، مرحبا، كيف حالكم؟ كيف حال الصحة؟ خير تقول مشى العزاء. احنا مش في سناب، احنا في اليوتيوب. اضحكي اتكلمي فرفشي. شو بفرفش يا خويتي؟ بفرفش يا خويتي، انا جعانة مرتخية رايحة. شو بفرفش؟ طبعا اللي صاير فيها اليوم انا درت لها عملة. الساعة 12 نوضتني، قلت لي انا ماشية عندي الساعة 10 نوضتني، قلت لي انا طالعة عندي خدمة نبي نقضاها، نبي ناخذ اوراقي، نبي نروح نلقاك واتية على المفاجأة اللي تبي تديريها لي. طبعا انا قلت لها اني حندير لك مفاجأة. لا قلت لي على الظهرية، قلت لي قلتها لك على الظهرية. ايه حاليا الساعة 54 دقيقة بالتمام. كيف احنا طالع تنفخة مش عاجبها الحال. اول حاجة خطميني على قهوة، بعدين نقولك على الموضوع اللي احنا ماشيين عليه خاطرة. شو رايك؟ يلا تمام، توكلنا على الله. بدنا تمشي بيها كل شويه وتوقفي بيها تقولي وقفي. باهي حاضر اوكي. ما انا عرفتني ان اليوتيوب لما نصور ماذا بيا نكون نوقف، فهمتوا؟ فالمهم توا اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه وفعلوا زر الاشتراك وخليكم مستنيين باقي الفلوج. جماعه الخير، خليني نوضح لكم على حاجه. انا ماشيه لمصر لغرض الشغل، تمام؟ فاهلي ما يبوش يمشوا لمصر كلهم، يعني انا ما اقتنعت الوالده تمشي معي لمصر، لين خليني ونخليك، واكيد نسافر لمصر بروحي مستحيله. واي دوله ثانيه للامانه يعني ماشي. حتى وقت مشيت لتركيا فاهلي يعني مشوا معي وشيء زي هذا. المهم مش هنا موضوعنا اني انا حنفاجئها بالتذاكر. انا تو قايلت لها اني انا ماشيه نبي نشتري تذاكر، لكن ما حكيت لهاش تذاكر شنو بالضبط، لا ما حكيت لهاش. فيا رب ان شاء الله ما تعفسش فيا، وان شاء الله ما تقوليش لا، لان هي نوحه الوالده كان انت تفاجئها حتى هي تفاجئك وترفضك حتى لو كان القرار صالح لها. فتوا انا ماشيه، اول حاجه نبي نفطر، فقلت لها انزلي باش انكم انتم نقول لكم على الحقيقه كلها، يعني فهمتوا كيف؟ فتوا بعون الله تعالى نبي نمشي، نبي الاخ طلع معنا في الفيديو، اوكي حنضبب عليه صورته. يا ربي طلع بان وجهه، حنضبب عليه صورته. المهم فتوا كل الموضوع قلت لها انزلي جيبي له فطور باش انا نجي نحكي لكم على كلمه زي هذه. فلو قاعدين انتم مشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه وديروا لايك وعلقوا على قد ما تقدروا، علقوا على قد ما تقدروا. نبي الفيديو هذا يطلع اكسبلور. تعرفوني لي فتره مقاطعه، وانا كل ما نشوف تفاعلكم يحمسني اني ندير فيديوهات، لكن لما اشوفكم انتم ما تديروش في لايك نزعل. مش حندير نقول هذا ما حبوش المحتوى متاعي، فانا علاش نبي ننزل؟ فما تنسوش اللي حكيت لكم عليه. توي طبعا قريب تجي، فتو خليني نستأذنكم بعدين نرجع لكم. يا سلمها يا نجاها، ما تحلى الطلعه اللباها. على فكره ما فيش بريش تام، خذيت لك هذا بريش جنين بالنوتيلا، عادي خذيه محلاه، خلطه كلها مخدوم منها نوتيلا جنينه. اما نوتيلا هذه شوكولاته مصنوعه خير معها لا حاجتهم كلها بالنوتيلا. صدمت جابت لي حاجه انا ما نحبهاش نهائي. تو خلينا ندوق مع بعضنا الفربيه. بسم الله. الموز تحسوه طايب، عرفتوه هذاك البناني اللي يكون طايع. ان شاء الله خير، يخافي ما نلقاش تذاكر سفر اليوم لما يكون من بدايته مش حلو نخاف. فدوا قلت لها غيري لنا جيبي لنا اي حاجه. الله يا عمي الطنطا كانت تقعد، فقلت لها تو جيبي لنا اي حاجه. ما نقدرش ناخذها كيكه، طعمتها مش حلوه نهائي. مش كيكه، هي كنافه وعسل وشوكولاته حشاكم مدهنه، فانا ما نحبش. اما الفربان يقدروا نعطوه 5 من 10. هذه الحاجات اللي تنجاب يا حميده. انا قبل نجيبها بعدين قلت لا هذه الحاجات اللي تنجاب يا اعطينا فيها رايك يلا، ما دامك انت انسانه ذويقه سامحوني تقول ساكنه على الساحل. انا قسما بالله كانت تدير فيها وهي عمرها 15 سنه، واول ما دارتها هي. كبرنا يا حميده، كبرنا والزمن اكل علينا وهرب. لا غير بدك تحبي تاخذي دلوقتي، ما عادش بتتعبي جهدك اللي تعبتيه في صغرك، ما عادش تحبي توا. ترى خلينا ندوقها حتى انا. اعطيني كشيكه. معلش والله، لكن تديري فيها انت احلى الله بدون مجامله. معلش تو نديرها لك يا حميده ولا يهمك. بالله نسمع فيها قديش ولا يهم، غير ارضي بهديتي اليوم. بسم الله خيرها. شفتي فازت فتريش مش بدك عليه جافه ملوطه هلبة، مش عمليه جافه. تفتريش كيكه فيها حاجه غليظه. فيها حاجه غليظه، هذه بنقولها لك انا. والكراميل المفروض يكون ابيض. العسل نازل عليها من الواحد. شو حالنا؟ خير من بلا، خير من الكنافه المعسده اللي جايبتها لنا. خلي القداد يبدا يرقى. ما
ما نعرفش انها كنافه هي، فهمتي؟ توا انا حكيت لكم طبعا، تو هم جماعه اليوتيوب يعرفوا انك انت توا وين طالعه، عندك علم. عليك لو كان تطلع حاجه مش جنينه طبعا مش حنقدر نسمي المنطقه اللي احنا ماشيين لها، بس اول ما نوصلوا لها حنشوف ورده فعلها. يعني تو حنستودعكم الله، كان ما كملتش الفيديو هذا ونزل معناتها ما صارش. حنوريكم كل ردة فعلها حنوريها لكم. علاش يا ناس دي ما حطتني في امر الواقع؟ علاش يا بنيتي علاش؟ انا شنابي قاعدين يشعروا. طبعا جبتها تحت امر الواقع في متاع التذاكر الداخل، قلت لها خش احنا بنحجزوا قلت لها تذاكر وين؟ قالت لي تونس. وانا المده اللي فاتت كلها قلت بنمشي لسوريا، قالت لي اخر حاجه شكلك تبي تمشي لسوريا. طبعا حجزنا تذاكر لمصر على خير وماشي. فاحكي لنا شعورك انت توا. معلش تو الواحد مش يقول كلمه خليني ساكته خير. علاش خير؟ شعوري شنو؟ انا قلت لي مرات نبغى نمشوا اللي شو اسمها، قلت انت بنسال. ايوه قلت لي بنمشي نسال عليهم امتى الرحلات وامتى فيهم بزنس ولا مش عارفه شنو وشنو. تمشي تحطيني هنا مصر اتجلمدت وجهها تغير جلمدت يا جماعه الخير. عرفت اليوم نهايته ما دام ما فيش خدام من الصبح معروف اليوم. ما تو ماشيين ناخذوا مشاوي. لا ما عادش عندي حتى نيه في شيء يعني. سولتكم بالله تحجزوا لاهاليكم سفره لمصر ويقولوا لكم لا؟ ده ام الدنيا يا اختي. زيك عامله ايه؟ ام الدنيا لما عليها ام الدنيا. انا كان عندي ام دنيا بلادي ام دنيا، مش تقولي لي مصر ام الدنيا مبروك على ام عليها ام الدنيا. كركري فيا وين بي نطلع؟ ناخذها نوم ونرقد وخلاص. وانا عندي خدمه ما اكذبش عليك. انا وين بي نطلع باهي؟ انا عندي خدمه ديما وانت بخدماك 24 ساعه تو يسبحوك بصير شني؟ تعرفي وانت 24 ساعه وانت بخدمك فتي الوزراء اللي في ليبيا غادي كاين ما فتي غادي. واخيرا حطيتها تحت امر الواقع ونجحت في الشيء زي هذا. وديما حطوا اهاليكم تحت امر الواقع. عندي مندير يا بنيتي. لو انتم حابين تسافروا عندي مندير. طبعا كل سفره مدفوعه تكاليف يعني كل شيء يعني عندي مندير. معنى تجيني تقولي لي امشي يصل مصر. انا قسما بالله حلوات مصر قاعده ملوحه على الطاوله وديني ما عاد جايبه فيها كعبه ما غادي كاي. تعرفي ولا؟ تبي يقولوا كعبه تبي يقولوا توانسه. مش طرف يعني انا بيفكوني منها بتوانسه. جيت من توانسه لفتكت من بعد احترامي للوجوه. المهم جماعة هذه تهورت هلبة. المهم جماعة تهورت توا نبغوا نمشوا نبغوا نتعشوا وحنرجع لكم نقول لكم شو تعشيت. حاجة انا مقومة بتعشى على خطرها. تعشيت رايحين الا والله عرفتك اليوم اقسم بالله من حد ما درتيش على غداء وبهدلتيني من الساعة 12. والله زبطة وراك كارثة كبريتها. عند السفر لمصر ما نبيش نسافر لمصر. ما نبيش. شو بنشري منها؟ بنشوف وجوه. شو بنشوف؟ شو بنتفسح؟ ما نبي نمشي ليه؟ خدمتي غادي. ما كنت غير خدمتك انت اصلا. يلا يا جماعه نتلاقوا في سفرة العشاء. واخيرا جبنا العشاء. باش ما تقوليش حميده خيرك طلعتيني ودوختيني. دوختيني وفات هو اصلا. شوفوا الله يبارك الخبزه ما تحملتش من نارها. ايه ما شفتها هي كيف سخونه. على فكره انا اللي قاعده اجوع منها يعني. انا ما كليت شك ونقشتها زي الفار. انت بالك فاطره في الحوشه. انا طلعت على القهوه بس. انا نقول لك قهوه حتى لي كيف. خلينا نوريكم طبعا وجبت شنو خدات. طبعا نسيت ما شفتش مشروب. عمتكم حميده اخذت الوجبه هذه حشيشتها هلبه وانا خدت كباب بالمكسرات. فشو رايك فيه؟ مش هنم طيبتها لكن مطعم على ذوقي. شو رايك؟ خلتك لما بعدين اكثر حاجه ديما يعجبني هي الخضره المشويه. اكثر حاجه ديما تعجبني هي الخضره المشويه. ما عنديش خضره مشويه صدقي. لحظه الخضره المشويه ما فلفل. هذا فلفل وبصل وطماطم. بس انا خضرتي بارزه اكثر. المهم توا نبني كلمه عليك. قلت لي اعطيني وجبه احلى من وجبه هي. على الغيره المهم قبل ما نسكر تمشي معانا. لقد ترفعيني بفكر في الحوش جبين هذه. على العمله مشي حلو. مصر حلوه مصر. انا ما قلت لكش مصر حلوه لاهلها لامها لها. انا يعني قصدي معليش مشيت لها مره بعون الله قلت لك بحياتي اول مره واخر مره ما عنديش وين نمشي. شباب بنات وصلنا لعند هنا. ما تنسوش تشتركوا في القناه القناه وتفعلوا زر الاشتراك. بنحبكم هلبة جعان وبروح ما زال عندي كثير قصه. ما تنسوش اللايك للفيديو وتكتبوا لها في التعليقات تقنعوها معي. ارجوكم تقنعوها معي ان هي تمشي لمصر. خدمتي بتوقف حياتي بتوقف. باي باي. توقفي غيرك عادي طبعا. باي باي.